فوز الزمالك النهارده في الشوط الاول نتيجه 4-1. يعني حضرتك شايفين بعض مناوشات المستشار جلال ابراهيم كان موجود، بعد كده مش موجود، غادر الاستاد، عايزين نعرف ايه الكواليس يا باشمهندس. لا ما مش شمس ان بعض يعني فعلا دي مش جماهير نادي الزمالك، لا يمكن ان يكون جمهور نادي الزمالك ويعلم ان مجلس الاداره بيقوم بشغله وفي وسط هذه الظروف الصعبه جدا وهذه المنافسات وهذه النتيجه اللي احنا خرجنا ربنا مش رايد ان احنا نفوز بكاس مصر، وبعد ثم يتلفظ بهذه الالفاظ الخارجه ضد مجلس الاداره وضد رئيس مجلس الاداره اللي هو سياده المستشار جلال ابراهيم. فبالتالي سياده المستشار مشي لان هو طبعا يأبى على نفسه حاجه زي دي بالالفاظ دي مش الفاظ نادي الزمالك ولا جماهير نادي الزمالك. يا باشمهندس يعني جمهور نادي الزمالك في المدرجات الثالثه شمال زي ما احنا شفنا الجمهور باكمل او اغلب الجمهور اللي حاضر النهارده، ده بيفسر ايه؟ ده يعني انا يعني هو جماهير طبعا زحفت من القاهره علشان تشجع نادي الزمالك، وطبعا انا شايف ان اولاد عملوا نتيجه كويسه، وبرضه مؤازر جماهير نادي الاسماعيلي اللي جت بعد يعني معلش هارد لك النهارده، ويعني كان نتيجه كبيره قوي ضد الاسماعيلي، لكن وبالرغم من هذا جم يشجعوا نادي الزمالك ويقفوا معانا. فطبعا ده ادي جماهير وجماهير نادي الزمالك الوفيه اللي جت، لكن اللي كتب الكلام ده اللي اتقال الكلام ده على لسان بعض الجماهير، فانا يعني اقبل ان يكون دول جماهير نادي الزمالك. طبعا بقى له فتره زمنيه من ساعه ما تعاقد مع نادي الزمالك من السنه اللي فاتت والخطا اللي حصل طبعا هو قعد فتره يعني وزنه زاد وكده. الحمد لله هو زي ما قلت قبل كده هو جه على نفسه فتره كبيره جدا وجاء عمل مجهود جامد سواء في التمرين معانا او في البرنامج اللي احنا عملناه له، وكان لازم اديله النهارده شويه عشان يبدا يخش في فورمه المباريات ان شاء الله. حسن يعني اسماعيليه وشها حلو عليك ودايما طول عمرها يعني انا بتكلم على منطقه القناه كلها وشها حلو عليا، بس الاسماعيليه يعني الحمد لله دايما يا رب ان شاء الله. مبروك يا كابتن، عايز اعرف يعني تعليقك على يعني الاداء الراقي لنادي الزمالك في اولى مباريات الدوري. هو البدايه من دايما كنا بنتكلم على لعبتنا اللي هي البدايه يعني النادي او تيم الزمالك بقى له يعني حتى من ماتشات الكاس بيقدم عروض كويسه ونتائج كويسه، واحنا كنا باد لك ان احنا في النهائي طبعا ومبروك لانبي، لكن البدايه طبعا بنادي الدوري العام واحنا عارفين الدوري السنه دي هيبقى طويل قوي ولازم يكون معاك اوراق كتيره اللي من خلالها بالظبط كده في مكافآت النهارده. مش عاوز اقول الجونه فرقه كويسه قوي، جابوا لعيبه كويسين. الكابتن انور يعني كابتن انور سلامه من المدربين الاكفاء، فطبعا عمل فرقه كويسه النهارده كامل. الاتحاد كسب انبي 3 مفاجاه كبيره. دي كمان بقى من ضمن الحاجات، يعني كل الفرق السنه دي مفيش فرقه ضعيفه، فرقه قويه، فرقه الملعب هو الفيصل بين النادي ده والنادي. كابتن حسن مباراه الانتاج الحربي في الاسماعيليه يا كابتن، انا ما اعرفش لسه لكن هم خيرونا هنيجي الاسماعيليه. جهاز فني يا كابتن حضرتك ان احنا يعني شاورت لهم هنا ولازم يعني كلامنا يبقى كلام حلو، لا كلام حلو يكون كلامنا كلام حلو. يعني احنا عاوزين نبعد حته التعصب دي، عاوزين نقلل سوري في الكلمه من الشتيمه اللي بتحصل في الملاعب بتاعتنا، عاوزين نقلل من حاجات كتيره سلبيه كانت موجوده الفتره اللي فاتت. نتمنى ان احنا والاجهزه الاخرى واتحاد الكوره والاعلام ان هم يوصلونا للمرحله اللي احنا عاوزين نوصل بجماهيرنا فيها ان شاء الله. انا بقول الحمد لله مبروك لجماهير الزمالك المكسب الكبير دوت، والعناصر اللي دخلت في الفريق. كان عندنا احباط من الماتش اللي فات والكاس مصر، لكن الحمد لله قدرنا النهارده بالجماهير الجميله اللي جت النهارده، وبرده جت ساندتنا رغم ان عملنا اخفاق في مباراه الكاس، عملنا نتيجه وعدت لعيبه والاداء بيتحسن من المباراه الاخرى. مباراه الكاس انا شايف كنا عملنا مباراه كويسه، لكن في عدم توفيق حصل للفريق. علي